الفضل بينهم، لا ينسوا الفضل بينهم. من عجيب القصص في عصرنا هذا الذي سمعتها أن رجلا عاش مع زوجته فترة من الزمان ثم تعسرت الأمور شيئا ما ففارقها وسرحها السراح الجميل. بعد فراقه لها بمدة من الزمن بنى مسجدا بيتا لله عز وجل، وقصد أن يكون لزوجته، وصور المسجد وبعث صوره لها وقال هذا مسجد بنيته لك لا تنسوا الفضل. هذه درجة الآن، هذا في عصرنا هذا درجة عالية من الإحسان. بنى مسجدا وأراد أن يكون لتلك الزوجة التي عاشت معه فترة معاملة له المعاملة الطيبة، لم ينسى هذا الفضل فبنى لها مسجدا. فهذه درجات عالية ما يحصلها كل أحد ولا يوفق لها كل أحد، وإنما يوفق لها أصحاب القلوب الكبيرة الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الفضل وهذا الإحسان. نعم. قال ولا تستقصوا، لا تنسوا الفضل ولا تستقصوا. هذه مشكلة الآن سواء بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو بين طلاب العلم، ما يصلح الاستقصاء. يجلس مع صاحبه تذكر لما قلت لي العام الماضي، وتذكر قبل 6 شهور ماذا قلت، ويعد بأصابعه، وتذكر الشهر الماضي ماذا فعلت، وذاكرته تحفظ أشياء كثيرة يعددها بالأيام والتواريخ، وتذكر وأنا أصبر عليك وأنا أفعل وأنت كذا. هذا الاستقصاء ما يصلح، كل هذا يترك. يكون الإنسان قلبه كبير، قلبه محسن، يكون قلبه محسن، ما يستقصي. إذا استقصى تعب وأتعب من حوله، يتعب هو في نفسه وأيضا من حوله يتعبون معه. وإذا كان في المرات الفائتة مثلا أخطأ زميله عليه وعفى عنه، يمن عليه بالعفو بعضهم، وأنا سامحتك في المرة الأولى وسامحتك في كذا وفعلت فيك كذا. هذا كله استقصى، هذا استقصى ما يصلح. الإحسان رتبة عالية. ولهذا لما نقرأ بمثل هذه الأحاديث نحاول أن ننهض بقلوبنا. يعني إذا كان عندنا ثغرات خاطئة في الإحسان ما نبقى عليها، إذا ما فائدة التعلم ما نبقى عليها. نحاول أن نرتقي ونستفيد من التعلم وننهض بأنفسنا النهوض العظيم بالأخلاق حتى تكون أحسن الأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم.